السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، عدنا إليكم من جديد مع فيديو مهم للغاية يحتوي على آخر الأخبار، التحليلات، الأهداف، وتفاصيل تألق اللاعبين المغاربة وغير ذلك. وكما العادة سيكون كل شيء مفيدا ومختصا، لذلك دعونا نبدأ مباشرة. البداية ستكون مع حكيم زياش الذي آخر مرة تحدثنا عنه كانت منذ 4 أيام بالضبط. في الفيديو السابق لم تكن بعض التصريحات التي أدليت بها محببة للبعض، ولكن كان الأمر مهما لنقل الحقيقة. ما قلناه حينها هو أن حكيم زياش يعاني من انخفاض في مستواه البدني، وأنه يحتاج بعض الوقت ليعود إلى مستواه المعتاد. لم أتوقع أن يكون حاضرا في المعسكر القادم للمنتخب المغربي، والآن حكيم زياش نفسه أكد هذا الكلام في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ضد نادي الشحانية. أكد زياش في تصريحاته أنه لم يستعد بعد للياقته البدنية بنسبة 100%، ولكنه يعمل بجد من أجل العودة إلى مستواه. وأوضح أنه بحاجة إلى اللعب بشكل منتظم لاستعادة لياقته البدنية بعد فترة طويلة من الغياب عن المباريات الرسمية. كما أشار إلى أنه يحاول التكيف بسرعة مع النادي والدوري بشكل عام، وأنه يشعر بالراحة هناك بفضل الاستقبال الرائع من زملائه والجهاز الفني والإدارة. المدرب كريستوف غالتير أكد أيضا أن زياش يحتاج إلى المزيد من الوقت ليصل إلى مستواه الكامل. أما فيما يتعلق بيوسف النصيري، فقد قدم أداء رائعا في المباراة ضد نادي غازي عنتاب في كأس تركيا، حيث سجل هدفا مذهلا بطريقة دومي فولي التي أثارت إعجاب الجميع في تركيا. بالإضافة إلى ذلك، قام النصيري بأداء مميز في المباراة من خلال تحركاته السريعة وطريقة اختياره للموقع في المباراة، وتمكن من صنع هدف آخر بتمريرته المثالية في الدقيقة 16 من المباراة. وفي موضوع آخر، كان هناك الكثير من الحديث في الأسابيع الأخيرة حول موقف إبراهيم دياز في ريال مدريد. المدرب كارلو أنشيلوتي يواصل إبقاء دياز على دكة البدلاء رغم أدائه الجيد كلما شارك. في مباراة كأس الملك ضد ريال سوسيداد على سبيل المثال، دخل دياز في الدقيقة 84 ولم يبدأ كأساسي، وهو ما أثار بعض الاستياء بين المتابعين. في المقابل، رغم تأخر مشاركته، عندما يدخل دياز الملعب يبذل كل جهده ويظهر مستوى مميزا. البعض يعتقد أن هذا الوضع لا يخدم مصلحة اللاعب، إذ كان من المفترض أن يحصل على فرص أكبر للعب بشكل أساسي.